مرحبا، وصفتنا اليوم كيكة البرتقال بشكل كثير حلو، والطعم ما أطيق أوصف لكم هو أشقد طيب طلع. جربوها أنتم وقولوا لي رأيكم بيها. تابعوا معاي الفيديو خطوة بخطوة حتى تحصلون على نفس النتيجة، ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى من أنزل شي جديد يصلكم. ويلا نبدأ. بالبداية غيح نحتاج 3 بيضات بحرارة الغرفة. غيح نخفق البيض لمدة دقيقتين وبعدين نضيف عليهم الشكر. وبعد ما خفقنا البيض هسه نبدي نضيف الشكر. طبعا غيح نحتاج 1.5 كوب من الشكر. نضيف الشكر ونستمر بالخفق. طبعا غيح نخفق البيض والشكر إلى أن يتغير لون البيض ويصير لونه بهذا الشكل، لونه فاتح وعلى بياض، وهاي أهم مرحلة حتى يطلع الكيك مضبوط. وبعدين نضيف عليه برش برتقال، معلقة طعام من برش برتقال، ونضيف عصير برتقال فريش نص كوب، ونص كوب من الحليب السائل، أو تطيقون تستخدمون حليب بودرة وتضيفون معاه ماي، ونص كوب زيت. وهسه نخفق المواد، بس ما غيح نخفقها فترة طويلة، بس تنخفق شوية ونضيف عليها الطحين. غيح نحتاج 2.5 كوب من الطحين، وأنا استخدمت كوب القياس 250 جرام. ونضيف عليها ظرف واحد من البيكنج باودر. وغيح نخفق الطحين كلش مليح مع الخليط إلى أن ينخفق كلش مليح ويصير بهذا القوام. طبعا غيح تستخدمون أي قالب متوفر عندكم، غيح تدهنونه بالزبد وترشون عليه الطحين بهذا الشكل حتى لا يلصق بينه الكيك أو البرتقال اللي غيح نخلينه بالأسفل. راح نقطع البرتقال بهذا الشكل على شكل حلقات رفيعة بهذا السمك، وغيح نخليها بأسفل قالب الكيك بهذا الشكل. ونوزع خليط الكيك على البرتقال بهاي الطريقة. وغيح نستخدم عود خشب نحرك بينه الخليط بهذا الشكل حتى تطلع الهواء من داخله، أو ندقه دقتين بهاي الطريقة وبعدين ندخله الفرن. وغيح ندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة. نعلق العين الأسفل، ومن يستوي الأسفل غيح نعلق العين الوجه 5 دقايق، بس ينشوي الوجه نطلعه من الفرن. وطبعا وقت الشواء غيح ياخذ 45 دقيقة إلى ساعة حسب نوع الفرن. وكملنا معاكم وصفتنا لليوم كيكة البرتقال، إن شاء الله تعجبكم. وإذا عجبتكم أو جربتمها قولوا لي رأيكم بيها بالتعليقات، ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس إذا كنتم جداد على القناة حتى من أنزل شي جديد يصلكم. واعملوا لي لايك واكتبوا لي تعليق حلو مثلكم، ولا تنسون مشاركة الفيديو للأهل والأصدقاء.